مساء نور، مساء الخير، السلام عليكم بكم في هذا البرنامج الجديد، برنامج الميركاتو. شنو هو الميركاتو؟ قبل كل شيء الميركاتو هو سوق انتقالات اللاعبين خارج أنديتهم وخارج فرقهم. بالطبيعة تكثر تنقلات الفرق، يعني لاعب ينتقل من فريق إلى آخر، لاعب باش يجدد العقد نتاعو، تفاهم ومفاوضات كبيرة برشا بين الأندية على مختلف العالم، في مختلف أنحاء العالم. اليوم باش نسلطوا الضوء على ميركاتو اللي موجود في تونس والموجود بالطبيعة في البطولة نتاعنا والأندية التونسية نتاعنا بالأقسام الأولى والثانية والثالثة، يعني دور يعني الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الرابطة المحترفة الثانية، والرابطة الثالثة أو القسم الوطني الثالث. كيف ما قلت البداية باش تكون بعض الانتدابات. علاء الدين البوسليمي مطلوب في النادي الذي الحمل. علاء الدين بوسليمي لاعب نشط في العديد من الأندية التونسية، ارتبط اسمه مؤخرا وارتبط اللاعب هذا، يعني يحب يغير الالوان نتاعو باش يلعب في النادي الرياضي الحمل انف. المفاوضات جاريه بنسبه كبيره برشا باش ينتقل للنادي الرياضي الحمل انف. الكويتي ادى رغبته في ضم اللاعب عماد المنياوي بعد اخر موسم قدموا موسم كبير برشا. عماد المنياوي لاعب النادي الافريقي بنسبه كبيره اقترب من الانضمام لنادي الكويت وما زال الافريقي ما عطاش الموافقه الرسميه. معروف عماد المنياوي اللي قادم من نجم المتلوي في الموسم المنقذي والموسم الفارق بتاعه، مش الموسم الحالي لانه ما زال الموسم ما زال كاس تونس لكره القدم. لاعب شبيبة القيروان حمزة التستوري ينتقل رسميا لأولمبيك سيدي بوزيد. أولمبيك سيدي بوزيد أو نجم أولمبيك سيدي بوزيد اللي كان سعد رسميا الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ولأول مرة في تاريخه عمل تعزيزات، وأولهم لاعب شبيبة القيروان حمزة التستوري ينتقل لصفوفه رسميا وباش يلعب في الأوسي بي، فريق أولمبي أو نجم أولمبي لسيدي بوزيد. قاد المنتخب المالي للأواس إيشياكات يارا يمضي رسميا الترجي الرياضي التونسي. إيشياكات يارا اللاعب المالي، لاعب وقائد المنتخب المالي لأقل من 20 سنة، كان مشارك في نيوزيلندا في مع المنتخب المالي وكان أكمل التظاهرة نتاعو التظاهرة العالمية هذه في المركز الثالث بعد فوزه في اللقاء الترتيبي على السنغال 3-1، وقدم مونديال كبير برشا يليق بسمعة إيشياكات يارا اللاعب المالي، وهو لاعب هانز كريتور الفرنسي. بالطبيعة لاعب النجم المتلوي مراد الزهو انتقل بصفة رسمية الفريق اتحاد بن قردان. كيف ما حكيت على نجم اولمبي سيدي بوزيد، اللاعب هذا مراد الزهو ينتقل كذلك رسميا لاتحاد رياضي بن قردان. الاتحاد الرياضي بن قردان لأول مرة يسعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ويحضر في انتدابات كبيرة باش يكون في قوة كبيرة وفي فنيات وفي مهارات يعول عليها نجم أو فريق الاتحاد الرياضي لبن قردان من أجل أنه يقدم موسم كبير برشا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وباش يتفادى النزول للدرجة الثانية، لأنه في صورة ما الثلاثي اللي يسعد مستقبل القاسرين أو نجم أولمبي سيدي بوزيد أو اتحاد رياضي بن قردان إذا ما يتمكنوش من البقاء صعب جدا باش يعاودوا يرجعوا مرة أخرى لقسم الأضواء. هذا فيما يخص اتحاد الرياضي بن قردان. الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي مهتمين بخدمات المدافع الملعب التونسي. مدافع الملعب التونسي هاشم عباس معروف خاض عديد تجارب في النادي الصفاقسي، في الترجي الجرجيسي، في النادي اللي حمل أنف، في الملعب التونسي عديد تجارب خاضها هاشم عباس. الملعب التونسي يأكد أنه العروض الرسمية اللي جاته من النادي الصفاقسي ومن الترجي الرياضي التونسي. هيثم العيوني لاعب النجم الاولمبي لسيدي بوزيد ينتقل رسميا لشبيبة القيروان، تقريبا في شبه صفقة تبادلية بين هيثم العيوني واللاعب حمزة التستوري لاعب شبيبة القيروان. كذلك نجم الاولمبي لسيدي بوزيد، ما زلنا مع نجم الاولمبي لسيدي بوزيد، سفيان القصيري رسميا ينتقل رسميا لنجم اولمبيك سيدي بوزيد. سفيان القصيري اللي كانت له كذلك عديد من التجارب في الأندية التونسية بمختلف تصنيفها. النجم الرياضي الساحلي باش يلجأ للمحكمة الرياضية للطعن في الملف البرازيلي ليوبولدو روبرتو ماركوفسكي، لاعب برازيلي حتى من اسمه واضح، لاعب معروف البرازيلي ليوبولدو روبرتو ماركوفسكي. بالطبيعة كما قلت ما كانش 2011 وما شاركش حتى في مباراة رسمية، حتى في مباراة يعني خيرية مع النجم الرياضي الساحلي، لكن تقريبا النجم مطالب باش يدفع $1,800,000 للاعب البرازيلي هذا ليوبولدو روبرتو ماركوفسكي. هذا هو اللاعب البرازيلي. النادي الرياضي الصفاقسي سيواجه المنتخب الأولمبي التونسي وديا يوم السبت، والملعب التونسي كيف ما حكيت تخلب قوة
في ضم اللاعب نور حضريه اللي كان على عقاب قوسين او ادنى باش ينضم لبترولي الروماني، لكن امور قانونيه في رومانيا تحرم اللاعب حمزه يونس من الانتقال لصفوف الفريق المعروف بترولي الروماني، لانه اللاعب على الاقل يكون عنده 4 تربصات مع المنتخب الاول. يعني المنتخب التونسي ما عملش تربصات معاها لا حمزه او نور حضريه، بالتالي ما نجمش يكون مؤهل قانونيا في باش يلعب مع فريق الروماني بتروليل اللي ينافس بقوه على الدوري الروماني. رسميا بلال العيفه كيف ما حكينا النادي الافريقي برشا لاعبين يحب يعني يمدد لهم في العقود نتاعهم باش يتفادى يعني خروج يعني لاعب حر ومشاكل كبيره تصير في تنقلات اللاعبين سيرتو في الميركاتو، سير كان ميركاتو الصيف وبطبيعه فما الميركاتو الشتوي باش يكون في فتره الشتاء. بلال العيفه مدد عقده مع النادي الافريقي حتى 2018، يعني عامين كان 2016 يوفا صار يعني يوفا 2018 بلال العيفه يمدد عقده مع النادي الافريقي لمده موسمين. لاعب مستقبل القصرين سليم الزكار انتقل لشبيبه القيروان، رسميا انتقل شبيبه القيروان. نذكر سليم الزكار هو الهداف الاول واول الهدافين في الرابطه المحترفه الاولى الثانيه لكره القدم، هو اكمل يعني هداف الرابطه الثانيه لكره القدم اللاعب سليم الزكار اللي هو شقيق حمزه الزكار اللي كانت له عديد التجارب في تونس بالاخص، خاصه لعب الترجي وشفناه شارك حتى في لقاء ديربي مع النادي الافريقي. النادي الرياضي لحم الانف يرغب في انتداب لاعب الترجي محمد علي المهذبي. كان ملاعبي كبير برشا، كان ملاعبي ممتاز، ملاعبي فنان، ملاعبي مهاري، لكن وقت انتقل للترجي بصراحه مر بجانب الحدث، مر على النجاح مرور الكرام، ما قدرش يقدم اضافه كبيره. هنا قوه يعني الاداره الترجي التونسي الانضباط ما كانش عنده كبير هذا اللاعب في الترجي التونسي، بالتالي الترجي باش يعني يستغنى عن هذا اللاعب. ومبدئيا النادي الذي حمل الانف يرغب بقوه وبشده في انتداب لاعب الترجي التونسي محمد علي المهذبي. متاكد ان لاعبي مهاري وملاعبي فنان، لكنه ما عرفش يتاقلم مع الاجواء الترجيه، وكما قلت يعني الانضباط لهذا اللاعب ما كانش حاضر في حديقه الترجي الرياضي التونسي، حديقه حسان بولخوذه. مهاجم النجم الرياضي الساحلي سفيان موسى، الاتصالات قويه والمفاوضات قويه برشا مع النادي الرياضي الصفاقسي. سفيان موسى اكد انه يحب يلعب في النادي الصفاقسي باعتبار انه ما نجمش يكون ما يفرضش نفسه، ما نجمش يفرض نفسه في النجم الرياضي الساحلي، بالتالي نجم يكون ويغير الالوان للاعب بطبيعه للنادي الرياضي الصفاقسي. لاعب ممتاز كذلك سفيان موسى، كان لعب في مستقبل المرسى وقدم مباريات كبيره، ثم انتقل للنجم الرياضي الساحلي، لكن ما لقاش الامكانيات نتاعو باش يفرض نفسه اللاعب سفيان موسى. الملعب التونسي كيف ما حكينا مطلوب مهتم باللاعب السابق للنجم الساحلي وجدي الماجري لاعب كبير برشا. الملعب التونسي بدا يعني يستعد للموسم القادم بقوه، بعض اللاعبين يعني اللي يتعاقد معهم الملعب التونسي. نجم الرياضي الساحلي كيف ما قلت يعني ابدا رغبته في انتداب هذا اللاعب. الملعب التونسي كيف يعني يحاول باش يعني الملعب التونسي يعني يحب ينتدب هذا اللاعب، ومن حقه. نجم الرياضي الساحلي وجدي الماجري ماهوش 100% في التركيبه نتاع السيد فوزي البنزرتي، بالتالي ممكن ينتقل رسميا هذا اللاعب للملعب التونسي اللاعب وجدي الماجري. الترجي التونسي يدخل بقوه على خط النادي الى جانب النادي الافريقي من اجل انتداب حارس ترجي جيش اشرف كرير اللي قدم موسم كبير برشا، لكن الموسم اللي قدمه اشرف كرير اللي كان موسم كبير برشا وفيه يعني عديد الفنيات، في عديد المباريات الممتازه جدا، لكن اشرف كرير مازال يعني امامه النجاح، مازال ينجم ينجح، يعطي الكثير للترجي الجيسي او النادي الافريقي والترجي على كل. هو حاليا يعني بقوه يدخلوا عليه كل من الترجي والافريقي من اجل ضم هذا الحارس، لكن نذكر اشرف كبير باش يكون في صوره ما الترجي باش يكون مع بن شريفيه في حوار كبير وصراع من اجل زعامه يعني وحراسه عرينا للترجي، كيف النادي الافريقي من اجل حراسه عرينا الافريقي مع فاروق بن مصطفى لاعب النادي الافريقي اللي يتميز بالطبيعه بفنيات كبيره بالنسبه للحارس هذا اشرف كرير. بالطبيعه اشرف كرير ما دامنا يعني في تونس ما بعدوش برشا. ميلان الايطالي رسميا يتقدم بعرض رسمي قيمته 20 مليون اورو لضم لاعبنا الدولي المحترف في صفوف اماره موناكو، فريق موناكو الفرنسي ايمن عبد النور. موناكو كنا اكدنا يعني انه قال انه اللاعب هذا يعني مرتاح نفسانيا ومعنويا وكل الظروف متوفره يعني في فرنسا وبالتالي في الاماره
موناكو، واللاعب هذا يعني سعيد انه موجود في موناكو. لكن نتصور ايمن عبد النور اذا كان باش يلعب في فريق كما البيج ميلان، فريق جمعيه ميلان الايطالي، اكيد ما ينجمش يكون غير سعيد في انه باش يتقمص الازياء الازياء الروسونري الفريق الميلانيستي اللي اكيد ما فماش لاعب في العالم ما يحلمش تقمص زي ميلان. رونالدينو كان يلعب، رونالدو كان يلعب، بيكام كان يلعب، انزاغي، شيفشينكو، اندريا بيرلو، كل اللاعبين، كل كلارنس سيدورف لعب، كل اللاعبين العالميين تقريبا شاركوا، تياغو سيلفا، زلاتان ابراهيموفيتش، الحارس نيلسون ديدا، يعني عديد اللاعبين اللي كانوا شاركوا مع المنتخب. ما ننساوش ريكاردو اوليفيرا، لاعبين يعني بشكل رهيب كانوا لعبوا في الفريق هذا، فريق ميلان الايطالي. بالتالي ان شاء الله يكون يعني يتحسن في الساعات القريبه القادمه في انتقال ايمن عبد النور الميلان الايطالي، او ربما باش يكمل يعني طريقه ومشواره مع موناكو الفرنسي، فريق الاماره اللي كمل الثالث في الدوري الفرنسي. الوفاق ستيف الجزائري مهتم كثير وابدى يعني رغبه كبيره في انتداب اللاعب ومحور دفاع النادي الافريقي هشام بالقروي. هشام بالقروي لاعب الحراش المعروف بالفنيات الكبيره لهذا اللاعب، مدافع فنان وفرض نفسه صراحه في النادي الافريقي، وصار يعني من المركز كقلب في دفاع النادي الافريقي. لكن وفق ستيف ياكد انه يرغب بقوه في انتداب اللاعب هشام بالقروي، اللاعب السابق باتحاد الحراش. نعرف اتحاد الحراش منجم كبير من اللاعبين، تكوين على غرار كل اللاعبين اللي تكونوا فيه، خاصه بغداد بونجاح لاعب النجم الساحلي الاعاره وتقريبا رسميا انتقل للسد القطري. نفس الشيء ما ننساوش اللاعب المعروف يعني قدور بالجيلاني، كيف اللاعب اللي يلعب حاليا في النادي الافريقي بالقروي، اللاعب اللي سلط عليه يعني حاليا برشا مفاوضات اللي هو محمد امين عبيد، جناح الثأر لفريق اتحاد الحراش، يعني فريق كبير وفريق منبع للنجوم في فريق في الجزائر بالذات، فريق اتحاد الحراش اللي بالمناسبه نحيوه ونقدموا له احلى التحيه. هذا الفريق اللي يكون العديد من اللاعبين الممتازين. كيف ما قلت الترجي التونسي قدم عرض رسمي لكل من مدافع النادي الرياضي البنزرتي علي المشاني، والجناح السنغالي يوسف بنغي لاعب ممتاز جدا، لاعب تقريبا 2016 يعني ينتهي العقد نتاعو، لكن بقوه الترجي التونسي يرغب في انتداب هذا اللاعب يوسف بنغي. وكذلك بالطبيعه اللي كنت نحكي عليه اللي هو بالطبيعه علي المشاني، المدافع كبير، مدافع تقريبا 20 سنه، مدافع يقدر انه يتاقلم على الخطه ومع مشروع على الترجي القادم. اكيد باش يكون هو مشروع الترجي حاليا فتره انتقاليه كبيره، وابرز دليل الهزيمه الكارثيه في استاد القاهره ضد الاهلي المصري 3-0 ثنائيه عبد الله السعيد، وهدف ثالث قاتل للاهلاويه عن طريق مؤمن الزكريا. الترجي شفناه في المباراه ذيك ما قدم شيء، الترجي كان ضايع، الترجي ما شفناش لا الهجوم لا الوسط لا الدفاع، تقريبا باستثناء حارس كان في حراسه تعليم الترجي اللي هو معز بن سفينة اللي قدم مباراه كبيره برشا، وممكن كان مش في شريفيه كان الترجي يقبل اكثر من 3-0. الترجي في فتره انتقاليه بامكانه انه يواصل السيطره نتاعو هذه من اجل زعامه القاره، لكن يلزم الفتره هذه تتسلح لها وتتهيئ لها وتستعد لها بانتدابات كبيرة جدا، وخاصة الترجي يجب أن يوفر يعني تشكيل أساسي جاهز وحاضر في أي تظاهرة سواء كانت قارية إقليمية أو محلية أو عالمية. بالتالي لازم تزاد ما تنساش البنك يعني اللي هو البديل الجاهز، تجهز البديل الجاهز، يكونوا عندك لاعبين أساسيين أعلى طراز، وعندك يعني بنك ودكة احتياط ودكة بدلاء قوية جدا، وتقدر يعني انك تجاري بها مختلف التظاهرات اللي تشارك فيها الترجي، لان الترجي شارك في البطولة، شارك في كأس الاتحاد الافريقي، ويشارك في رابطة الابطال، كان مشارك وان اخرج من المريخ في سيناريو هيتشكوكي، خرج رغم انتصاره 2-1، لكن الخسارة بفضل هدف بكر المدينة في خرطوم في مدرمان في السودان خولت للترجي باش يخرج من دوري ابطال افريقيا، وبالتالي يكون موجود في كأس الكاف مع الأهلي المصري الملعب المالي والنجم الرياضي الساحلي. نذكر الترجي كان خسر 3-0، النجم الرياضي الساحلي كان فاز 1-0 على الملعب المالي في استاد أولمبي سوسة، هدف كان سجله الجزائري بغداد بونجاح. كيف ما قلت النادي الافريقي بالطبيعه حاول يدخل على الخط، لكن الاخبار تقول انه علي المشاني في برشا من الترجي التونسي وعارض رسمي، وابدا رغبته في الانضمام للترجي وتقمص ازياء الاصفر والاحمر بالنسبه لعلي المشاني.
ادم الرجيبي بالطبيعه كيف ما قلت انت يعني مفاوضات جاريه، مفاوضات متواصله بين النادي الافريقي وادم الرجيبي، وما زال بالطبيعه المفاوضات باش تكون بين رئيس النادي البنزرتي السيد مهدي مغربيه ورئيس النادي الافريقي سليم الرياحي. نذكر سليم الرياحي اللي عاد في الايام القليله الماضيه من سفرته اللي كانت برا بالطبيعه من خلال المال والاعمال، هو بالطبيعه والمال هو قوام الاعمال. قلت النادي الافريقي عمل العرض الرسمي لهذا الادم الرجابي، وبالطبيعه ما زالت المفاوضات جاريه ومتواصله بين رئيسي النادي الافريقي والنادي البنزرتي السيد مهدي مغربيه وسليم الرياحي. نتحول لاخبار الملعب التونسي. كيف ما قلت اليوم تمكن حمدي الويد رسميا من تجديد عقده مع الملعب التونسي الى سنتين بالطبيعه، الى موسمين اخرين ان شاء الله باش يكون في يتقمص ازياء البقلاوه الملعب التونسي بالطبيعه. في البطوله هذه بالطبيعه غربال المدرب الفرنسي جوزيف انيغو بمساعده خالد المولهي وبرنار رودريغيز المساعد الفرنسي اللي بالطبيعه جابوا معاه يعني جوزي انيغو المعروف متكون معروف وحاليا كان في مارسيل ومسؤول على الانتدابات وكان درب حتى اولمبيك مارسيليا. مدرب كبير ان شاء الله يقدم الاضافه للترجي التونسي. كما ما قلت كل مدرب يجي يعمل يعني غرباله وغربله. الغرباله نتاع المدرب الفرنسي جوزي انيغو شمل العديد من اللاعبين غير اسامه الدراجي اللي امضى رسميا مع الرائد السعودي لمده موسم واحد، زياده او سامح الدربالي، محمد علي المهدي اللي اقترب من الانضمام للملعب التونسي، حسن الحرباوي، شادي غراب، ايهاب المباركي، محمد علي بن منصور، اللاعب البرازيلي مانيو كروز بصراحه ما فرضش يعني ستايله ولعبه الترجي التونسي ما كانش جاهز 100% في مباراه الترجي. خالد الغرسلاوي اللي تقريبا الملعب التونسي بنسبه كبيره برشا، لاعب حاتم البجاوي، وجوزيف بنيانغ اللي يعاني من اصابه. تقريبا مجموعه لاعبين 15 لاعب خارج مجموعه الترجي التونسي مقابل الانتدابات لحد هذه اللحظه: شاكر الربيعي، حسن الربيع، خليل شمام، باليبوا، سكري، اشياكا تيارا لاعب المالي كما قلت قائد المنتخب المالي لاقل من 20 سنه اللي كان في دوره كبيره وكمل المركز الثالث بعد فوزه على السنغال 3-1 في نيوزيلندا يعني المنتخب المالي. عودة بالطبيعة كيف ما قلت وعودة اللاعب كوليبالي فوسيني كوليبالي من الملعب التونسي بالطبيعة بنظام الإعارة، وإلياس جلاسي اليومفي في صفقة قد تكون الأبرز في الترجي التونسي اللي يقول انه خليفه يوسف المساكني. الياس الجلاسي لاعب صغير، لاعب ممتاز، لاعب مهاري، لاعب فنان، ان شاء الله يقدم اضافه في الترجي التونسي. كيف ما قلت المجموعه 8 لاعبين في انتظار امضاء الروج الوشيك وانتدابين اخرين ان شاء الله، لكن مازال الترجي اللاعب طبيعه الروج اللي هو بطبيعه فخر الدين بن يوسف مازال مماطلات كبيره ومفاوضات جاريه. ماتس والترجي تفاهموا رسميا، لكن اللاعب مازال مش متحمس بالعوده في اللعب في تونس وتقمص ازياء الترجي التونسي، لكن الترجي يرغب بقوه في ضم اللاعب فخر الدين بن يوسف. هذا تقريبا فيما يخص الانتدابات الخاصه بالترجي الرياضي التونسي والفرق التونسيه الكل بالطبيعه كما قلت. حكينا لكم الكل بعض الاخبار اللي تقول ممكن اقتراب النادي الافريقي من التوقيع لكل من لاعب اتلتيكو مدريد في الصف الثاني، يعني اتلتيكو مدريد بي عبد القادر الوسليتي متوسط ميدان الدفاعي للفريق الاتليتيك يعني فريق الروخي بلانكوس. كذلك يعني اقتراب النادي الافريقي من التوقيع مع اللاعب يوان توزغارو موجود اللاعب في تونس التفاوض مع السيد السليم الريحي رئيس المدير للنادي الافريقي. بلال المحزي مع غلاسكو بعد العقوبه 7 مباريات، في اخر مباراه خاضها بلال المحزي مع غلاسكو رانجرز الاسكتلندي الاتحاد الاسكتلندي يضع هذا اللاعب في قائمه المغادرين وبالتالي باش يخرج من النادي الافريقي. نفس الشيء اللاعب رفيق بوجدره يعود لتونس من اجل التفاوض مع النادي الافريقي والمنتظر يمضي في الساعات القادمه مع النادي الافريقي. كما قلت زوج جزائريين يعني امضوا للنادي الافريقي ينتدبهم النادي الافريقي. النادي الافريقي مازال ينتدب، مازال يعني الانتدابات الرسميه تلقى 1 جويلية. هذا ما طبيعه ما يعرف كل الشارع التونسي والشارع الرياضي التونسي او العربي وحتى في اوروبا حتى في العالم الكل كانت تلقى الميركاتو رسميا من 1 جويلية 2015. كيف ما قلت النادي الافريقي كان خرج من الكاف على الفريق من الاهلي المصري 2-1 هزيمه في القاهره، وكان فاز 2-1 في ملعب رادس
لكن نذكر هدف الافريقي جات في ملعب رادس عن طريق اللاعب نادر الغندري بالراس، وهدف زهير الزوادي، ثم هدف الاهلي جاء عن طريق عماد متعب بعد حسام عاشور. تمريره كانت ممتازه وممتازه جدا، يلقى نفسه تقريبا راس مع الحارس مع الشباك فارغه، يتمكن من اضافه الهدف الاول والهدف وهو وقت عدل النتيجه، وبالتالي خلى الاهلي يمر بركلات الترجيح بالدور التصفيات القادمه والادوار القادمه من الاتحاد الافريقي اللي فيها دوري المجموعات، واللي فاز فيها الاهلي في اولى المباريات على الترجي 3 مقابل 0. شفنا فيها مباراه غياب كلي للاعبين للترجي وما كانوش حاضرين 100% وما كانوش في فورمتهم المعتاده، ويبدو انه رياح التغيير قد حانت في الترجي التونسي. وكان ذكرنا بالترجي 2006 2007 ذلك الجيل التعيس في الاحمر والاصفر الترجي الرياضي التونسي. كما قلت نواصل مع اخبار النجم الساحلي. الكاميروني البارح وصل بطبيعه فرانكوم، وصل لتونس وبالتحديد لمدينه سوسه، وباش بطبيعه باش يعني ياخذوا قرار النجم الساحلي انه تقريبا هذا اللاعب باش يعديوه على مجلس الاداره ومجلس التاديب، باعتبار انه وصل متاخر على التاريخ وعلى يعني التاريخ والذات يعني اللي فهموا عليها النجم الساحلي. والكاميروني فرانكو لاعب مهم ولاعب ممتاز، لكن الانضباط كبير، يعني هذا ما يأكده رئيس النجم الساحلي السيد